طيب يا دكتور، الأمان، فكرة إن حد هيحقن حاجة في جسمه. احنا كلنا متعودين على الفيلر بتاع الوش، انما فكرة ان احنا نحقن مادة في جسمنا برضو غير الوش، والمادة اللي بتتحقن دي ايه مدى السيفتي؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، لان السيفتي هي اللي ليها برايورتي عندنا. مش اي ماده هتتحقن في جسمنا، ومش اي دكتور يقدر يحقن ماده في جسمنا. لازم دكتور يبقى ويل كواليفايد، عارف هو بيحقن في الليفل الصح، البرودكت الصح، بالتكنيك الصح، عشان نوصل للريزلت اللي احنا محتاجينها في سيفتي تماما من غير اي مشاكل. واللي بيحسن ده ان احنا دلوقتي بنستخدم مواد ريفرسبل، يعني يعني الهيرونيك ممكن اسيد. تدويبها. اكيد. تمام. دلوقتي بقى في تكنولوجي اللي احنا بنستخدم الهيرونيك اسيد مع كمان البايوستيميوليتورز، فدي ميزتها ان دي حاجات ريفرسبل، يعني بعد وقت معين سي اب تو سنه لسنه ونص بيبتدي يحصل ان الجسم نفسه بيمتصها بطريقه ناتشرال، فدي مفيش منها خوف تماما زي الفيس فيلر بالظبط.